وانت ماشي في حالك في امان الله وفجأة ظابط يوقفك، يا ترى ليه؟ وايه حقوقك في الموقف ده؟ تعرفها ولا لا؟ أكيد كلنا مرينا بالموقف ده. بتكون ماشي في حالك وفجأة تلاقي ظابط بيوقفك ويسألك عن بطاقتك. موقف مش جديد علينا وكل واحد فينا ممكن يتعرض له في أي وقت، لكن السؤال هنا إيه حقوقك في اللحظة دي؟ إيه اللي لازم تعرفه عشان تكون مطمن؟ عشان كده النهاردة هنتكلم عن الاستيقاف، إيه الفرق بينه وبين التفتيش؟ وإيه حقوقك وواجباتك لما يتعرض لك ضابط في الشارع؟ هنتناول كل دوت من خلال المواد القانونية اللي بتحدد ضوابط الاستيقاف بعد إلغاء حالة الطوارئ. بس لازم نعرف الفرق بين الاستيقاف قبل وبعد إلغاء حالة الطوارئ. قبل إلغاء حالة الطوارئ الشرطة كان ليها صلاحيات واسعة للاستيقاف والتفتيش تحت غطاء القانون رقم 162 لسنة 1958، بمعنى إن أي شخص في الشارع كان ممكن يتم توقيفه بدون أسباب واضحة. لكن مع إلغاء حالة الطوارئ الوضع اتغير، بقت الشرطة ملزمة بالعمل وفقا لضوابط محددة في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بتشترط وجود شبهة جدية أو سبب مقنع للاستيقاف. وخلينا نعرف إيه هو الاستيقاف بالظبط. الاستيقاف هو إجراء بتاخده الشرطة عشان تحقق من هويتك أو تشك إنك بتقوم بعمل مخالف للقانون. بس القانون بيقول إن مش أي حد ينفع يتم استيقافه، والقانون بيأكد إن لازم يكون في سبب واضح وعقلاني، وإن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بتنص على ضرورة إثبات جميع الإجراءات اللي بيقوم بيها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها. وهنا بقى بيثبت مدى جدية وعقلانية أسباب الاستيقاف اللي قام بيها الضابط، وهل هي من الأحوال اللي نص عليها القانون ولا لأ. طب ايه هي ضوابط الاستيقاف؟ لازم نعرف ان الضابط مش من حقه يستوقف اي حد لمجرد وجوده في مكان معين او شكله، لازم يكون عنده دليل او شبهه واضحه، وده منصوص عليه في الماده 46 من الدستور المصري اللي بتحمي حريه الفرد وحقوقه. لو الضابط قرر يفتشك لازم يكون عنده اذن تفتيش او تكون في حاله تلبس بالجريمه، وده بيحدده القانون بشكل دقيق. وخلينا نوضح الفرق بين الاستيقاف والتفتيش لان في ناس كتير بتلخبط بينهم. الاستيقاف ده اجراء بيحصل لما الضابط الشرطه يشك ان شخص يكون ارتكب جريمه او على وشك ارتكاب جريمه لكنه مش بيبقى متاكد. هنا الضابط بيطلب منك التوقف ويسالك عن بطاقتك او هويتك، لكن مش من حقه يفتشك الا لو في سبب قانوني قوي. اما التفتيش ده اجراء اقوى من الاستيقاف وبيتم لما يكون في دلائل قويه على ان الشخص ارتكب جريمه او معاه شيء مخالف للقانون. التفتيش مش بيتم الا باذن من النيابه او في حاله التلبس، وحاله التلبس معروف في القانون على سبيل الحصر. يعني القانون حدد حالات معينه من خلالها بس الضابط يقول انها السبب لاجراء التفتيش. يعني مثلا لما يكون شخص بيقوم بالفعل بالجريمه في اللحظه دي، ببساطه الاستيقاف هو مجرد سؤال عن هويتك وسبب تواجدك في المكان، لكن التفتيش محتاج سبب او اذن قانوني. طب ايه هي حقوقك اثناء الاستيقاف؟ اول حاجه لازم تسال الضابط عن السبب وراء استيقافك، وده حقك اللي بيكفله القانون وفقا للماده 40 من قانون الاجراءات الجنائيه. تاني حاجه مفيش تفتيش بدون اذن قضائي الا لو كنت في حاله تلبس، وده بيحميك من اي اجراءات غير قانونيه. طب ايه الفرق القانوني بعد الغاء حاله الطوارئ؟ في ظل حاله الطوارئ كانت الصلاحيات اوسع والشرطه تقدر تستوقف وتفتش الناس بشكل اكبر، لكن بعد الغاء الطوارئ ما ينفعش اي حد يوقفك او يفتشك من غير اذن قانوني، وده بتوضحه الماده 54 من الدستور المصري اللي بتحمي حرمه الشخص وممتلكاته. للاسف كتير من الناس مش عارفين حقوقهم وده بيعرضهم لمواقف صعبه، عشان كده مهم جدا تكون عارف حقوقك كويس لان الجهل بيها ممكن يسبب لك مشاكل كبيره. في النهايه الاستيقاف اجراء قانوني لكن ليه ضوابط وحدود واضحه. خليك عارف حقوقك عشان ما تقعش في مشاكل ملهاش لازمه، ولازم تكونوا عارفين اللي معاه روشته القانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.